سلام، مرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم فرحانين وبصحه مزيانه. فيديو اليوم الهدف منه هو نعاونك توجدي راسك باش تكوني نسخه احسن من نفسك ديال دابا في العام الجديد. الا كنتي بصح باغا تبدلي راسك وتبدلي حياتك وعندك الرغبه ديري واحد التغيير في حياتك، اليوم غادي نجيك من الاخر وغادي نعطيك الحوايج اللي الا ركزتي عليهم حس براسك وليتي انسانه جديده بحياه جديده ومختلفه كليا. اول خطوه بغيتك ديريها هي تختفي شويه من الوسط، تغبري واحد شويه وتنقصي الهضره والخروج والتعامل مع الناس اللي ما فيهم حتى شي فايده. قلت لك تنقصي ماشي تحبسي، حيت انا فاهمه بلي كاينين شي ناس في المدرسه وفي الخدمه ما يمكنلناش نجيو ونقطعوا معاهم العلاقه حيت غنبقاو نشوفوهم كل نهار. فاشنو قلت لك نقصي التعامل معاهم واختفي شويه من الوسط. هذاك الخروج اللي كتخرجيه معاهم على برا وكترجعي لداركم وانت كتحسي براسك الطاقه ديالك تمصات وكتحسي براسك ما كاينه حتى شي اضافه زوينه في حياتك وحتى شي احساس زوين ملي كتخرجي معاهم، حبسيه نهائيا. الهضره معاهم في التليفون بالسوايع كل نهار حبسيها. هاد الشيء هذا غادي يعاونك تخوي الوقت اللي انت عاطياه ليهم باش يبقى عندك الوقت فين تخدمي على راسك وشكون انت باغا تولي. الا عندك تليفون عامر بالنوامر كل خطره مصيفطه لك وحده ميساج، كل خطره خاصك تبقاي تضيع الوقت مع وحده، بدلي النمره ديال التليفون وديري نمره جديده اعطيها غير الناس اللي انت مرتاحه معاهم ومحتاجه ليهم. السوشيال ميديا ما تبقايش غير كتبوستي 24 ساعه على 24 ساعه، تبوستي المشاعر ديالك، تبوستي باش كتحسي، تبوستي فين كاينه، تبوستي اش كتاكلي. غبري من الوسط واحد شويه، خوي الوقت من هاد الحوايج اللي كيلاهيوك باش تلقاي الوقت فين تخدمي على راسك وتخدمي على شكون باغا تولي انت في المستقبل. الا كنتي في شي علاقه مع شي شخص، سواء علاقه غراميه ولا علاقه صداقه، وهذاك الشخص كيرجعك اللور، ما كينفعك بتا شي حاجه، ما كيعاونك بتا شي حاجه، ما كيدعمك، ما كيشجعك، ما كيعاونكش باش تكوني انت انسان احسن، هذاك الشخص سواء كان صديق ولا حبيب ولا كيف ما بغى يكون، غير الهاء على داكشي اللي انت باغا توصلي ليه، غير مضيعه للوقت، كيضيعوا لك وقتك وكيلاهيوك على داكشي اللي باغا توصلي ليه. الصديق ديال بصح هو الصديق اللي غادي يشجعني واخا غير بكلمه زوينه، الصديق اللي غادي نتلاقى معاه نحس براسي باغا نحلم بحوايج كبر. نفس الحاجه الا كنت انا مع شي شخص في علاقه، غنبغي داك الشخص يدعمني، ندعموا بعضياتنا، نشجعوا بعضياتنا، نبغيو نزيدوا لقدام بعضياتنا. ماشي غادي نبغي نكون مع علاقه في شخص اللي كنضل النهار كامل وانا كنضيع معاه الوقت، كنضل النهار كامل وانا كنتخاصم معاه وباغيني ما نقراش، باغيني ما نخدمش، باغيني ما نزيدش لقدام. هاد الشخص هذا الهاء على داكشي اللي انا باغا نوصل ليه. فخليو هاد الهضره هادي في راسكم وخويو الوقت من الناس اللي كيضيعوا لكم وقتكم باش تاخذوا هذاك الوقت وتركزوه توصلوا لداكشي اللي نتوما باغيين توصلوا ليه وتوليو النسخه اللي كتحلموا انكم تكونوها. ثاني خطوه بغيتك ديريها هي تجلسي مع راسك وتشوفي نهارك كيفاش كيدوز. 24 ساعه اللي عندك في النهار، الروتين ديالك كل نهار شوفيه كيفاش كيدوز، حيتاش كيفاش كدوزي نهارك، الروتين ديالك كل نهار هو اللي كيبين كيفاش غادي تكون حياتك من هنا للمستقبل. بغيتي حياتك ديال العام الجاي تكون متغيره على حياتك ديال هذا العام، يعني نهارك خاصو يتبدل. غادي تجلسي مع راسك وغادي تشوفي هذيك 24 ساعه ديالك ديال النهار كيفاش كدوزيها. شنو هما العادات الخايبين اللي كديريهم؟ شحال ديال الوقت كتضيعي في التليفون؟ شحال ديال الوقت كتنعسي؟ شحال ديال الوقت كتاكلي؟ شنو هما العادات الزوينين اللي عندك؟ شوفي هاد الحوايج هادو كاملين باش تحلي عينيك على الاخطاء اللي كديريهم كل نهار. وبغيتك تجلسي مع راسك وتشدي هذيك 24 ساعه اللي عندك في النهار، ديري ليها اعاده التقسيم باش تناسب النسخه المستقبليه اللي انت باغا توليها والحياه الجديده اللي انت باغا توليها. الا انا في المستقبل باغا نكون كنهضر مزيان بلونجلي، يعني غادي نخصص 30 دقيقه ولا 20 دقيقه كل نهار اللي غادي نجلس وغادي نقرا فيها لونجلي. الا باغا انا الجسم ديالي في العام الجاي يكون احسن من الجسم ديالي ديال هذا العام، وباغا صحتي ديال العام الجاي تكون احسن من صحتي ديال هذا العام، معناها خاصني ندخل رياضه وماكله صحيه في نهاري باش نهار على نهار على نهار حياتي والجسم ديالي وصحتي غادي تكون مختلفه على العام الجاي. باغا مثلا نقص من التوتر، نوبات الهلع، غادي ندخل تمارين ديال التامل، تمارين ديال التنفس في نهاري، 10 دقائق ندير فيها تامل ولا ندير فيها تمارين ديال التنفس باش نعاون دماغي يتعامل مع داك التوتر ونوبات الهلع ونقص منهم بزاف. اي حاجه انا باغا نوليها في المستقبل غادي ندخل خطوات صغيره منها في حياتي.
باغا تكون البشره ديالي وصحتي مزيانه، غادي ناخذ 8 السوايع ديالي ديال النعاس كل نهار، غادي نقص الوقت ديال الشاشات اللي كنضيعو على التلفازه وعلى السوشيال ميديا، وغادي نزيد فيه وقت ديال القرايه ووقت نسمع فيه لي بودكاست، باش بحال هكا نعاون راسي نكون انسانه مثقفه اكثر في العام الجديد. بحال هكا كتولي نسخه جديده من حياتك، كتشوفي نهارك كيفاش كيدوز وكديري ليه اعاده تقسيم وكتدخلي فيه عادات جداد اللي كيناسبوا الحياه اللي باغاها تولي عندك في العام الجديد. وبليز ملي كتكوني كديري اعاده تقسيم لهذيك 24 ساعه ديال النهار وباغا تقادي الروتين ديال نهارك، ما تحمسيش وتبداي ديري نفيق مع 5 الصباح، ندير ساعه ديال الرياضه كل نهار ولا ساعتين ديال الرياضه كل نهار. لا، ديري روتين واقعي، ديري روتين اللي غادي تقدي تلتزمي به. ندير انا غير 10 دقائق نقرا فيها لونجلي كل نهار ونلتزم بها لمده طويله، غادي نشوف نتائج اكثر من انني ندير 30 دقيقه ونعكز غدا نديرها. ندير داكشي اللي انا قاده نلتزم به، ندير داكشي اللي انا قاده عليه. الله يجعلني مثلا نقرا غير صفحه واحده من كتاب ولا 2 صفحات من كتاب، حسن لي من نص ساعه ديال القرايه وفي الاخر ما نقدرش نلتزم بها. ندير روتين واقعي على قدي اللي نلتزم به، باش بحال هكا مع المده نشوف نتائج زوينين. ثالث خطوه هي الانضباط والالتزام، هي اللي كتحدد الفرق ما بين شخص غادي يشوف نتائج وتغيير في حياته وما بين شخص ما غادي يشوف حتى شي وزه. شفتي الا ما كنتيش ناويه انك تنضبطي وتطبقي كل نهار داكشي اللي خاصك ديريه باش توصلي للهدف ديالك، ما تعذبيش راسك وتكتبي الهدف في ورقه وستيلو، ما تعذبيش راسك وتصايبي فيجن بورد، حيت غير كتضيعي الوراق وكتضيعي الستيلو غير هكاك. اللي كيدير فرق في حياتك هو الانضباط بداكشي اللي قلتي غادي ديريه باش توصلي للهدف ديالك. الا مثلا انا الهدف ديالي هو نوصل 60 كيلوغرام هذا العام هذا، غادي نصايب واحد الروتين صحي اللي فيه ماكله صحيه واللي فيه رياضه، وغادي نبقى متبعاه حتى نشوف النتائج اللي انا باغا نشوفهم. ماشي غنكتبها في الاهداف ديالي وغنبقى ناكل نفس الماكله اللي كنت كناكلها العام اللي فات، وغادي نبقى ما كنديرش سبور بحال العام اللي فات ونتوقع الاهداف ديالي غادي يتحققوا ونتفاجئ علاش ما كاينش شي تغيير في حياتي. الا بغيت شي هدف يتحقق غادي ندير داكشي اللي خاصني نديرو باش نوصل لهداك الهدف. داكشي علاش قلت لكم صايبوا روتين اللي نتوما قادرين عليه، صايبوا روتين اللي واقعي بالنسبه لكم باش بحال هكا تقدروا تلتزموا به وتقدروا تشوفوا نتائج. بزاف ديال البنات غادي يقولوا لي رجاء انا باغي نتعلم واحد اللغه، انا باغي نبدا نقرا على البيزنس، باغي نبدا نحل البيزنس ديالي، انا باغي نتعلم شي حاجه، باغي نتعلم شي مهاره، ولكن ما قادراش نحط تليفون وما قادراش نجلس ونخصص وقت هذيك المهاره ونبقى نديرو كل نهار. انا اشنو غادي نقدر ندير لك في هذه الحاله؟ واش نجي نحيد لك التليفون بزز ونقول لك بزز خاصك تقراي ديك الحاجه، بزز خاصك تتعلمي ديك الحاجه؟ خاصك انت يكون عندك رغبه باش توصلي لهذاك الهدف. بزاف منا كيكتبوا اهداف اللي هما ما باغينهمش، كتكتب واحد الهدف غير حيت شافت واحد وحده اخرى حقات وشافت نتائج زوينين باغا حتى هي تكتب هذاك الهدف، ولكن هي الداخل ما باغاش هذاك الهدف. خاصك تختاري الاهداف اللي انت باغاهم من قلبك وباغا توصلي لهم من قلبك، اهداف اللي انت كتبغيهم اكثر من السوشيال ميديا واكثر من كاع دوك المسلسلات والالهاءات اللي كينسيوك في داكشي اللي خاصك ديريه. خاص تكوني باغا ديك الحاجه من قلبك باش تقدري تخصصي ليها وقت وتبقاي تخدمي فيها كل نهار. هذا هو السر باش تنضبطي. وسر اخر كيف ما قلت لك وغنعاود نقول لك مره اخرى، تمشي على قد جهدك، خصي وقت اللي انت تقدري عليه لداك الهدف، ماشي تخصي وقت كبير وفي الاخر تملي وما تقدريش تنضبطي. فخليو في بالكم جوج الحوايج باش تقدروا تنضبطوا بالحاجه اللي نتوما باغيين توصلوا ليها. اول حاجه خصكم تكونوا باغيين ديك الحاجه من قلبكم وباغيين توصلوا ليها من قلبكم. ثاني حاجه خاصكم ديروا روتين اللي نتوما تقدروا عليه واللي تقدروا تلتزموا به. الخطوه الرابعه، كنا عارفين بلي راه التفكير الايجابي كيجذب نتائج ايجابيين لحياتك. التفكير السلبي، ملي كتكوني كتفكري بطريقه سلبيه كتجذبي حوايج سلبيين لحياتك. ولكن المشكل اللي كيوقع لبزاف البنات واللي انا منهم هو اننا ما كنقدروش نتحكموا في افكارنا. ملي كيكثروا عليك الافكار السلبيه ما كتقدريش تقولي مع راسك انا ما غنفكرش في هاد الحوايج السلبيه، غنركز غير على الحوايج الايجابيه. فكتلاحظي انك وليتي كتفكري بطريقه سلبيه بلا ما تحسي. اللي وصلت لي انا واللي تعلمته انا واللي نفعني بزاف هو ما تركزيش مع الافكار، ركزي مع الاحاسيس. كيفاش غتركزي مع الاحاسيس؟ ديري الحوايج اللي غادي يخليوك تحسي براسك زوين، اللي غادي يعطيوك احاسيس ايجابيه، وبالتالي غتولي عندك افكار ايجابيه. بحال هاد الحوايج، الصلاه كتعطيك احساس ايجابي،
الرياضه كتعطيك احساس ايجابي، تمشي في الطبيعه كتعطيك احساس ايجابي، تقراي كتاب كتعطيك احساس ايجابي، تشوفي فيلم فيه رساله زوينه كتعطيك احساس ايجابي، دوزي وقت مع والديك ومع الناس اللي كتبغيهم واللي كترتاحي معاهم كتعطيك احساس ايجابي. ملي كديري هاد الحوايج هادو اللي غادي يعطيوك احساس ايجابي، اوتوماتيكمون الافكار ديالك غادي يوليو ايجابيين، حيت انت كتحسي براسك مزيان، فبالتالي غادي تبداي تفكري بطريقه ايجابيه. اما الا كان كيوقع العكس، الا كنتي كديري في حياتك حوايج اللي كيعطيوك احساس خايب، كنتي مثلا كديري شي حاجه خايبه اللي انت ما راضياش عليها وكتحسك بالذنب، كنتي مثلا كدوزي الوقت مع ناس سلبيين، كتفرجي في حوايج وفي اغاني سلبيين، اوتوماتيكمون غادي تبقاي تحسي بواحد الاحساس سلبي، وهذاك الاحساس هو اللي غادي يخليك تبقاي تفكري في افكار سلبيين. فبلاصه ما نبقاو نحاولوا نتحكموا في الافكار، نتحكموا في الاحاسيس. وكيفاش غادي نتحكموا في الاحاسيس؟ نديروا الحوايج اللي كيخليونا نحسوا براسنا مزيان، ونبعدوا على الحوايج اللي كيخليونا نحسوا براسنا ما مزيانش. بحال هكا غادي نكونوا في واحد الحاله ديال الطاقه ايجابيه. وملي توقع لك شي حاجه سلبيه في حياتك، ما تبقايش مضاربه مع الافكار ما حدك كتحاولي تضاربي معاهم، ما حدهم كيكثروا. سيري الاحساس وحاولي تعالجي الاحساس. انا نعطيك مثال باش تفهميني اكثر، حيت عارفه الهضره دابا تقدر تكون كتبان لكم معقده، ولكن هي بسيطه بزاف. مثلا تناقشتي مع شي شخص، قال لك شي كلمه، تعصبتي وبداو كيجيوك افكار سلبيين، علاش ما جاوبتوش، كان عليا نقول ليه بحال هكا، علاش هو قال لي بحال هكا، بداو كيكثروا عليك الافكار السلبيه في دماغك. اللي غادي ديريه ما تبقايش تعاطي مع دوك الافكار السلبيه، قولي داك الاحساس، قولي انا علاش كنحس بحال هكا. تجاوبي راسك مثلا بانك حسيتي براسك تحقرتي، ولا حسيتي بداك الشخص قلل من الاحترام ديالك، ولا حسيتي بداك الشخص قلل من القيمه ديالك. تعاودي تجاوبي راسك وتقولي مثلا واش هذاك الشخص اللي قال لي هضره ما زويناش اللي خلاتني نحس بحال هكا، واش الكلام ديالو هو اللي كيحدد القيمه ديالي، هو اللي كيحدد شكون انا؟ لا. فبحال هكا كتبداي تفهمي داك الاحساس باللي داكشي اللي وقع ما يستاهلش، كتمشي كتعالجي داك الاحساس وكتهضري معاه بالمنطق، وكتفهميه بلي القيمه ديالك ما جاياش من هذاك الشخص، جايه منك انتي. فاي حاجه كيقولوها الناس ما عندها حتى شي معنى. بحال هكا كتبداي تكالماي وما كيبقاش يهم باش جاوبتي وشنو كنتي تقدري تقولي ليه. فدائما تعاملي مع الاحساس، حيت الاحساس هو اللي كيولد الافكار. ملي كتكالمي الاحساس، اوتوماتيكمون الافكار ديالك كيتكالموا، حيت دابا انت كتحسي براسك مزيان. الخطوه رقم 5، اكثر واحد غادي يعاونك تبدلي الاحسن ماشي هو انا، ماشي هو هاد البنات هادو اللي كتشوفيهم في السوشيال ميديا، ماشي هما لي بودكاست، ماشي هما الكتب اللي كتقرايهم، ماشي هما حتى شي حاجه جايه من برا. اكثر شخص غادي يعاونك تولي انتي احسن نسخه من راسك هو انتي. هو تشوفي شنو هما الاخطاء اللي كديريهم وتعلمي منهم. تقدري تعلمي مني شي حوايج، ولكن ما غتعلميش مني اهم حاجه غادي تعلميها من راسك، وغادي تعلميها من الاخطاء اللي كديريهم. شوفي حياتك وشوفي شنو هما الاخطاء اللي كنتي كديريهم هاد الاعوام هادو، في التعامل مع الناس، في التعامل مع العلاقات، في التعامل مع الخدمه، في بزاف ديال الحوايج، وحاولي هذوك الاخطاء هما اللي تعلمي منهم. ما تبقايش مركزه على شنو كيقولوا لك الناس الاخرين وشنو تقدري تعلمي من الناس الاخرين، ركزي على شنو تقدري تعلمي من راسك. اكثر حاجه تقدر تنفعك تولي احسن نسخه من نفسك هي النسخه ديالك القديمه والنسخه ديالك ديال الحاضر. انتي ديال دابا الاخطاء اللي كديريهم والاخطاء اللي درتيهم، الا تعلمتي منهم ومبقيتيش عاودتيهم، غادي تولي انسانه جديده وغتولي نسخه جديده، وغيكون احسن معلم ديالك هو راسك. بحال هكا كتزيدي القدام ملي كتشوفي راسك شنو درتي غلط وكتعلمي من هذوك الاغلاط، وكتستغلي هذوك الاغلاط باش تكوني انتي نسخه احسن، باش تكوني انتي انسانه احسن. وبحال هكا حتى الناس اللي دايرين بك كيشوفوا هذاك التغيير في حياتك. فلانه كانت مولفه كتقول على كل حاجه، ملي شافت الغلط ديالها وعرفت بلي راه ما خاصهاش تبقى تقول لاي واحد على اي حاجه، وتعلمات تقول لا، يعني تعلمات من الغلط ديالها. تما في الناس الاخرين كيبداو يقول لك تبدلتي، ما كنتيش كتقولي لا، دابا وليتي كتقولي لا. علاش تبدلتي؟ حيت اخيرا فهمتي الغلط ديالك، قلتي انا هنا كنت غلطه، كنت مخليه الناس يستغلوني، مخليه الناس يستافدوا مني، حاطه الناس فوق من راسي. ملي تعلمت الدرس وبديت كنقول لا، انا حسيت براسي احسن، والناس بداو كيشوفوا التغيير، واوتوماتيكمون التعامل ديالهم ولا احسن. فاكبر معلم ليك هو انتي، واكثر واحد تقدري تستافدي منه هو انتي. فاللي عليك ديريه هو تشوفي حياتك والاغلاط ديالك اللي كديريهم دابا وتصحيهم، وبحال هكا غتولي انتي احسن نسخه من راسك. اخر نصيحه غادي نعطيها لكم هي الفيزواليزاسيون. باش نفهمكم اكثر، انا واحد الانسانه اللي كتامن بقانون الجذب، وما كنشوفش قانون الجذب شي حاجه اللي سحريه. كنشوف بلي العقل الباطن ديالنا، العقل اللاواعي ديالنا، فيه واحد القوه كبيره،
وإلا برمجناه بطريقه صحيحه حياتنا غادي تتبدل، حيت غنبداو نشوفوا الامور بواحد الطريقه مختلفه، وغادي نبداو نتصرفوا بطريقه مختلفه، وبالتالي غادي نقدروا نجذبوا الحوايج اللي حنا باغيين نجذبوهم. فاللي كنصحكم انا ديروه كل ليله قبل ما تنعسوا، اخر ثواني واخر دقائق اللي كتبغيو تنعسوا فيهم، خذوا هذاك الوقت تخيلوا فيه النسخه ديالكم ديال المستقبل، كيفاش بغيتوها تكون وكيفاش حياتها بغيتوها تكون. تخيلي البلاصه اللي عايشه فيها كيفاش باغاها تكون، تخيلي الجسم ديالك كيفاش باغاه يكون، تخيلي اللباس ديالك كيفاش باغاه يكون. الا الحلم ديالك تشري شي طوموبيل، تخيلي راسك في هذيك الطوموبيل، تخيلي راسك كتحلي ديك الطوموبيل، كتطلعي ليها، كديماريها وصايقاها. تخيلي داكشي بالتفاصيل، كيفاش باغا حياتك تكون بالتفاصيل. كل ليله قبل ما تنعسي ديري هادشي، بحال هكا انتي كتعاوني العقل الباطن ديالك تبرمجيه يشوف البلاصه اللي انتي باغا توصلي ليها، الهدف اللي انتي باغا توصلي ليه. وخاصكم تعرفوا باللي راه العقل الباطن ديالنا ما كيعرفش الواقع ما بين الحقيقه والخيال. بالنسبه ليه انتي ملي كتخيلي بحال هكاك راك انتي بصح كتعيشي في هذيك الحياه، فاوتوماتيكمون كتولي انتي هي النسخه اللي كتحلمي انك تكونيها. ما عرفتش واش قدرتوا تفهموا داكشي اللي كنحاول نوصل لكم، ولكن عافاكم طبقوا هاد النصيحه، غادي تعاونكم بزاف في حياتكم، وغادي تعطيكم واحد الاحساس زوين قبل ما تنعسوا. ما غتاخذ منكم لا وقت لا مجهود لا حتى شي حاجه، كتكوني صافي تكيتي وغادي تنعسي. تخيلي حياتك بالتفاصيل، تخيلي كل شيء بالتفاصيل، تخيلي الفراش ديال دارك اللي كتحلمي تشريها، تخيلي الديكور اللي غديري فيها، تخيلي الستيل ديال الحوايج اللي كتلبسيه، تخيلي كيفاش غادي يدوز نهارك، تخيلي راسك فرحانه، تخيلي راسك ناشطه، تخيلي راسك مثلا مزوجه وعندك عائله مزيانه. بحال هكا غادي تعاوني راسك تجذبي داكشي اللي انت من ديما كتحلمي به. هكا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. شكرا بزاف على وقتكم، شكرا بزاف على المشاهده. بغيت نصور لكم الفيديو ديال التحضيرات ديال العام الجديد قبل ما يدخل العام الجديد، باش بحال هكا تلقاو الوقت فين تخدموا على راسكم وفين تطبقوا هادشي اللي قلت لكم، باش ما يجي فين يوصل راس العام تكونوا على الاقل دخلتوا في الروتين ودخلتوا في المود اللي غادي يوصلكم الاهداف ديالكم. وكنتمنى ان شاء الله هذا العام هذا يكون احسن بزاف من العام اللي فات، وتوصلوا فيه كاع الحوايج اللي نتوما كتحلموا بهم وباغيين تحققوهم. غير فكروا راسكم بلي الا بغيتوا شي حاجه تتحقق ديروا داكشي اللي خاصو يدار باش تحققوها. شكرا مره اخرى على وقتكم، شكرا مره اخرى على المشاهده، كنبغيكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد.